صباح الخير، يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو النهارده. وصفة النهارده عن الحواوشي. ولما يعرفش ايه هو الحواوشي، هو أكلة مصرية شعبية، لكن مفيش حد أبدا بيختلف على حبه للحواوشي. عاوزة أقول لكم ان الحواوشي في القاهرة غير اسكندرية. يعني في اسكندرية بنحط اللحمة المفرومة بكل مكوناتها في عجينة، وهما الاتنين بيستووا مع بعض في الفرن. لكن في القاهرة بنحط اللحمة المفرومة في عيش مستوي اوريدي يعني. وده اللي هنعمله النهارده. فالحواوشي احلى حاجه فيه ان يكون العيش مقرمش من بره، ده علشان بيتحمص بالماده الدهنيه، ومن جوه اللحمه تبقى جوسي ومش مكتومه. وهنشوف دلوقتي ازاي نحقق المعادلتين دول. يلا بينا نشوف المكونات بتاعتنا. اول حاجه معانا كيلو من اللحمه المفرومه، واللحمه لازم يبقى فيها نسبه دهون بنسبه مثلا 25%. ولو ما فيهاش دهون ممكن ان احنا نحط معلقتين سمنه، وتكون مفرومة مرة واحدة، يعني فرم خشن مش زي بتاع الكفتة. الكيلو ومعاه طبعا باقي المكونات ممكن نحشي بيه من 8 ل 12 أرغفة. فطبعا كل ما قللتي عدد العيش كل ما كان الرغيف مليان باللحمة المفرومة من جوه. يعني حسب عدد الأسرة أو حسب العدد اللي انتوا عايزين تطلعوه. معانا كمان 4 بصلات حجمهم متوسط، يعني مش كبار قوي. ومعانا 2 طماطم، وكمان فلفل حار حسب الرغبة. بس خلي بالكم لو في اطفال يبقى نحشي الاول الارغفة بتاعه الاطفال باللحمة، وبعد كده نقطع الفلفل على الباقي من اللحمة. ومعايا كمان العيش البلدي. زي ما قلت لكم احنا هنعمل النهاردة حواوشي عادي، مش حواوشي بتاع اسكندرية، هنعمل حواوشي القاهرة العادي جدا. والاتنين احلى من بعض الحقيقة. ومعايا كمان ملح وفلفل. هي دي بس التوابل اللي انا هستخدمها. يلا بينا بقى نشوف الطريقة هنعمل ايه. اللي بيحب يضيف بقدونس، اللي بيحب يضيف فلفل بارد، براحتكم خالص. اول حاجة انا فتحت الطماطم وطلعت منها البذر، ودلوقتي هبشرها بالمبشرة علشان كمان مش عايزة القشر. اهو القشر خلاص طلع. هكمل بقى بقية الطماطم كلها، وبعد كده كمان هعمل نفس اللي انا عملته في الطماطم هعمله برضو في البصل. برضو هبشره فرم ناعم لغاية لما خلصت كل الكمية بتاعة الطماطم وبتاعة البصل. بعد كده هاخدهم الاتنين واصفيهم في مصفى، لاني مش عايزة المية بتاعتهم. بالنسبة للفلفل هنأجله دلوقتي لغاية لما نحشي الأرغفة بتاعة الأطفال. خلصت كده كل البصل والطماطم بتوعنا، عصرتهم كويس جدا وخليت المية لوحدها هنحتاجها بعدين. اما التفل نفسه بقى بتاع البصل والطماطم هحط عليه اللحمة المفرومة، وهنحط عليه كمان التوابل بتاعتنا اللي هي معلقة ملح ومعلقة فلفل، وظبطي انتي براحتك الملح والفلفل بتوعك. بعد كده هنبدأ نعجنهم كويس جدا علشان كل المكونات دي تختلط في بعضها. طبعا اللي عايز في المرحلة دي ان هو يضيف شوية بقدونس ممكن في مرحلة العجن دي يضيفها. ممكن كمان فلفل بارد مش حامي. وممكن اللي حابب ان هو يضيف بعض البهارات الاخرى غير الملح والفلفل، يعني مثلا يضيف شوية بهارات لحمة، جوز الطيب، براحتكم خالص. المهم احنا عجلنا دلوقتي كل كمية اللحمة المفرومة. ودلوقتي هنعمل ايه في المية بتاعة البصل والطماطم. حطيت لها ربع معلقة من الملح، يعني حاجة صغيرة خالص علشان تدينا طعم. الاول هنفتح العيش من الجنب كده فتحة صغيرة، يا دوب نقدر ان احنا نعدي ايدينا منها، ونحط فيها اللحمة ونفرشها جوه الرغيف كويس جدا من الاطراف ومن النص ومن كل حتة. هوريكم واحد وبعد كده نخلص بقية الكمية كلها. خدت كده قطعة من اللحمة وكورتها وحطيتها في نص الرغيف بالظبط، وبدأت افرشها لكل اطراف الرغيف زي ما احنا شايفين بالظبط. طبعا بتأكد ان كل حتة في الرغيف وصلت لها اللحمة المفرومة. اهو كده تمام جدا، اللحمة المفرومة مفروشة كويس جدا جوه الرغيف.
وكده اصبح اول واحد جاهز. هكمل بقى بقية الكمية واقول لكم هنعمل ايه بعد كده. هنا انا حشيت حوالي نص الارغفة بالظبط من غير طبعا الفلفل. اهي اللحمة مفروشة كويس جدا جوه الرغيف. بعد كده حضرت الصاج اللي انا هدخله في الفرن عشان اسوي اول جزء من الحواوشي اللي عندي. بالمناسبة الصاج هنا مش مدهون بأي حاجة خالص، يعني ولا حطيت له زيت ولا سمنة ولا أي حاجة خالص. بالنسبة بقى لمية البصل اللي احنا كنا محوشينها، أنا باخد بالمعلقة كده حبة على وش الرغيف وادهنه، وحبة كمان على الظهر، وبرضو هندهنهم كده بإيدينا. أما بالنسبة بقى للطبق التاني اللي هو فيه زيت وفرشة، أنا بعد ما بدهن بمية البصل والطماطم بعد كده باخد فرشة من الزيت وبدهن برضو بيها الوش والظهر. دي بقى بتحمص لي العيش وبتخليه مقرمش من بره وبيبقى جوسي جدا وطري من جوه. وفي ملحوظة كمان عايزة اقولها لكم، ان الخطوة دي لازم تبقى خلاص العيش داخل على الفرن نعمل الخطوة دي، لكن ما نعملهاش مثلا قبلها بشوية ونركنه كده، العيش هيبوش خالص من مية البصل والطماطم ومش هنعرف نتعامل معاه وهيبقى مقطع. هخلص بقى كل الكمية بتاعتي وارصهم كده في الصاج. بالنسبة بقى للتسوية، اول حاجة بكون مسخنة الفرن من قبلها بشوية بحيث ياخد درجة حرارته المظبوطة، وبعد كده على الرف الوسطاني بحط الصاج وبفتح الفرن من تحت، اسيبهم بقى تلت ساعة بالظبط، وبعد التلت ساعة بقلبهم على الوش التاني. بياخدوا حوالي 10 دقايق وكده بيبقى خلاص احمر من تحت ومن فوق وادانا اللون الجميل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. انا كده خلاص حطيتهم في الفرن وبدأت اخرط الفلفل واقطعه قطع صغيرة خالص علشان احطها على باقي اللحمة واعمل بقية الارغفة اللي عندي اللي لسه ما اتحشتش باللحمة. وطبعا نفس الخطوات اللي عملتها في الحبة الاولانيين برضو نفس الحكاية، بدهنهم بمية البصل والطماطم وبعد كده بدهنهم بفرشة كده زيت على الوش وعلى الظهر، وبرضو هرصهم في الصاج وادخلهم بس بعد ما التانيين يطلعوا. وكده خلاص كل الكمية بتاعتي تبقى جاهزة، وهوريكم دلوقتي التسوية بتاعتها عاملة ازاي. الله الله بجد، عايزة اقول لكم ان الريحة كانت مالية البيت كله، جميلة بشكل فظيع وطعمه ولا اروع بصراحة. طبعا التسوية مظبوطة قوي، من بره مقرمش زي ما قلت لكم، ومن جوه اللحمة جوسي ومش مكتومة وطرية جدا، وطعمها في حتة تانية خالص. حقيقي لازم تجربوا الوصفة، واتمنى ان انتوا تكونوا عجبكم الفيديو ويكون عجبكم وصفتنا النهاردة. شكرا جدا لمتابعتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جاية كتير. ميرسي جدا وباي باي.